السلام عليكم. إن كنتم من المتابعين الجدد لقناة أخبار المنتخب المغربي فلا تبخلوا علينا بزر الاشتراك والضغط على زر الإعجاب فضلا وليس أمرا. مرحبا. المغرب اليوم بسبب العجب الذي حدث بين المغربي محمد الشيبي والمصري حسين الشحات في كلاسيكو الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز اليوم. المغربي الآخر رضا سليم جاء بكل سرعة ووقف في وجه محمد الشيبي وقام بإطفاء نار الفتنة التي حدثت بين اللاعبين. محمد الشيبي سقط في المحظور وتلقى بطاقة حمراء بعد العودة إلى الفار على إثر تدخله الخشن في حق الشحات. نعم، الشيبي متأثر نفسيا بشكل كبير لدرجة أنه لم يرد مغادرة الملعب رغم أن الجميع حاول تهدئته، ليقرر بعد ذلك نزع قميصه ورفعه أمام الجمهور الأهلي. تصرف الشيبي أتى بعد الضغط النفسي الذي عاشه إثر ما فعله الشحات وما تلفظ به في المباراة الشهيرة. نعذر الشيبي وكذلك نتمنى من الإخوة المصريين ضبط النفس. إخوتنا شقاء المغرب ومصر ولن يفرق بيننا أحد.